السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. موريتانيا تقوم بشيء عدائي ضد المغرب بالجزائر. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. دعت وزارة الخارجية الجزائرية عدد من الدول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية للمشاركة في منتدى دبلوماسي مخصص لدعم جبهة البوليزاريو الانفصالية تم تنظيمه السبت بالعاصمة الجزائرية. ودعت الخارجية الجزائرية سفراء دول موريتانيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وزيمبابوي وتنزانيا وموزمبيق وغانا ومالي وفنزويلا وكوبا وبيرو وكولومبيا لحضور المنتدى المنظم بالعاصمة الجزائرية، حيث تركزت أشغال المنتدى على بحث سبل تقديم الدعم لجبهة البوليزاريو الانفصالية وتوفير غطاء سياسي لها على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. تنظيم المنتدى الداعم للطرح الانفصالي هو مبادرة جزائرية بالتنسيق مع 3 دول هي على التوالي: جنوب إفريقيا وكينيا وفنزويلا. ويأتي تنظيمه بعد انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الولاية القادمة، والذي خصصته للدفاع على ما تسميه القضية الصحراوية. جدير بالذكر في ذات السياق أن الجبهة الانفصالية تضمت الأسبوع الماضي بضاوح العاصمة الفرنسية باريس لقاء بمناسبة ذكرى تأسيسها دعت إليه سفراء العديد من الدول بفرنسا الذين غابوا ولم يحضروا، الشيء الذي شكل نكسة للبوليزاريو وللجزائر الدولة التي مولت اللقاءات وأشرفت عليه. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.